مرحبا حبايب، ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم طريقتنا بالخفيفي طبعا كلش طيب، خاصة هسه بالاجواء البرد ويا الشاي هم كلش طيب. طبعا راح اسوي لكم بالطحين الحصى للطحين العادي. خافك بنات يعني ما حدا متوفر عندهم طحين الابيض، لا طحين الحصى الطحين العادي. وراح اسوي لكم بالزيت همه، وراح يطول عندكم أقل شي يعني 15 يوم 20 يوم. معليش يعني الصراحة طول عندي، وأسألكم شلون تحتفظون بيه وكلش مالي أي شي الصراحة. هنا مثل ما تشوفون عندي طحين كيلو من الطحين العادي، طحين كيلو وبس ناقصها شي واحد اللي هي حبة سودا. بصراحة ما كانت متوفرة عندي، بس بنفس الوقت طلعتها طعم كلش طيب وقرمشة تخبل. هنا استخدمت حبة البركة، وخليت لها هيل مطحون وشكر قلاص، وخليت طحين كيلو. وهنا خليت زيت قلاص ونص أخذت من عندي، وبديت أفرك بيها لحد ما صارت عندي رملية هالشكل، وبديت أخلي لها ماي بالتدريج لحد ما تلمت عندي العجينة. وهسه شوفون قوام العجينة هالشكل مثل ما تشوفون. طبعا ضفت لها خميرة معلقة كبيرة، وضفت لها كمبودر واحد يعني ظرف واحد. هنا مثل ما تشوفون هالشكل صارت عندي. طبعا هذا هو التمر، انا مجرد مفلسته يعني هالشكل، مطلعه الداخله وفصم ومكترته على صفحة لا يعني حمصت ولا شي. هنا مثل ما تشوفون لازم يكون عندكم بيضة، واذا ما حابين البيض على راحتكم تقدرون تدهنون الواجهية بحليب سائل يعني حليب العادي، او حليب مطحون تخففونه بماي عادي كل شي يصير. هنا مثل ما تشوفون عندي صينية الفرن حضرتها، وهنا تقدرون تخلونها غلاص. انا ما حبيت اعقدها عليكم، حبيت اسويها لكم كلش بسيطة. هنا عذروني خاف الصوت شوي بيوشوشة لأن أنا الثاونزة وقاعدة أسجل لكم الصوت. هنا أنا مثل ما تشوفون هالشكل خليت تمر وخليت العجينة. طبعا خليتها ترتاح العجينة أقل شي ربع ساعة، وبديت أثقبها هالشكل العجينة بالشطل. وهنا أنا بديت أخلي طبعا الصينية دهنتها دهنة كلش بسيطة، يعني ما تخلون لأن هي العجينة متروسها زيت. هنا مثل ما تشوفون هالشكل بديت اخلي تمر داخلها وهالشكل يعني نبدأ نسويها خلاص. والخفة مالتها مثل ما راويتكم اياها، ونبدأ هالشكل نسويها ونكمل نفس الكمية نفس التكرار مال العجينة هالشكل. طبعا هنا أنا دهنتها بالبيض، وراح خليت عليها حبة البركة وخليت عليها سمسم، وراح ادخلها للفرن على حرارة 150 يشتغل من فوق من الاسفل عليها. وهاي هسه النتيجة من بعد ما طلعتها من الفرن. سهمكم مليون عافية. طبعا طريقتها كلش سهلة وبسيطة بنفس الوقت ومقرمشة، وتقدرون تحتفظون بيها قلت لكم حتى 20 يوم، ان كانت بالثلاجة او برا على راحتكم. سهمكم. أنا طريقتي من أخليها بالعلبة وأخليها بالثلاجة بالفريز. يمتى ما أحب أطلع من عندها وأخليها بماعون تنفك من الثلج يعني، وما عليها أي شي، وطلعتكم حتى شهر كل شي ما عليها. وسهمكم مليون عافية ومع ألف سلامة، وعليكم وعلينا بألف عافية.